سامع الموال يا صابر؟ موال ايه وغيره ايه؟ خلينا هنا. قوليلي الحاجة خديجة قالت لك ايه؟ قالت لي النهاردة ان شاء الله. كده؟ يا سلام، ما تعرفيش انا مبسوط قد ايه. مين كان يصدق بعد 15 سنة ربنا هيرزقنا بعيل يملى علينا البيت ويعمل له حس. قادر على كل شيء. ويا سلام كمان لو يكون ولد يبقى عز الطلب. وليه ما تكونش بنت يا شيخة؟ فلا الله ولا فالك. ليه بقى؟ هي البنت وحشة؟ طب ده المثل بيقول من سعده زمانه جاب بناته قبل صبيانه. بس بلاش كلام فارغ. البنت قال ده الولد على الأقل يساعدني في الشغل. قول كده بقى، بتدور على مصلحتك. طب وانت عايزة البنت ليه؟ مش برضو علشان تساعدك في البيت؟ قول اللي انت عايز تقوله، ان شاء الله ربنا هيدينا بنت. ربنا يخلف ظنك ويكون ولد. على العموم لا بكلامي ولا بكلامك، دي اسمه ومكتوبة لنا. طيب ولو جه ولد تعملي ايه؟ عهدك اني مش هكون زعلان، وان جت بنت هكون في شدة الزعل. طب وبتتخلق ليه؟ ما هو انت اللي من الصبح عمالة تقولي بنت بنت. هو كلامي يعني خلاص انكتب؟ كل شيء بأمر الله، ولا هتقاوح في ده كمان؟ فعلا كل شيء بأمر الله. عشان كده قبل ما تتوكل عايزك تعاهدني عهد الله انك هترضى بالاسم مهما كانت. وايه لازمته؟ عشان اكون مرتاح. عاهدني. الامر لله. اعهدك. في حاجة تاني؟ لا. طب انا ماشي. احسن النهاردة عندي مفاجأة. ايه يا ترى؟ انا عارف طريق شجرة توت مليانة فروع، هروح اقطعها وانزل بيها السوق ابيعها واجي على هنا على طول. ربنا يعينك. الحقيقة يا هنية انا النهاردة الدنيا مش سايعاني، ومتهيألي طول ما انا ماشي في السكة افضل ارقص واغني. الحمد لله وصلت للمكان. يا سلام، اما حتة شجرة كويس اللي ما وقعتش عين حد عليها، كان زمان وقطعها. ايه ادي البلطة، اما اقطعها. يا هادي يا رب. حاسب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش. ما خافش ازاي؟ ليه؟ شكلي خوفك؟ لا ابدا، بس ايه؟ عايز اعرف انت مين. انا اسمتك. اسمتي؟ ايوه اسمتك. فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش، بس ايه تاني؟ عايز اعرف انت عايزة مني حاجة. عايز افهمك ان الشجرة دي مش من اسمتك. يعني ايه؟ يعني ما تقربش منها ولا تحاولش تقطعها. ايه السبب؟ كل اللي اقدر اقوله لك انك ما تقدرش تقطعها. وان قدرت؟ مش مصدقني؟ جرب. طيب ادي البلطة. يا نهار زي بعضه، البلطة بقت عصاية. مش قلتلك ما تقدرش تقطعها؟ وليه الأذية دي؟ أنا أذيتك في حاجة؟ وهو فيه أذية أكتر من كده؟ الشجرة اللي كنت باني عليها أمل كبير مش مخلياني أقطعها. لأنها مش من اسمتك. اسمتك مراتي تقول كده وانت تقولي كده، حاجة تحير. أنا ماشي من هنا. استنى. في إيه تاني؟ انت زعلت؟ ويهمك إيه من زعلي؟ أمال أنا جاية هنا ليه؟ طبعا علشان تقطعي رزقي. انت معتقد كده؟ وهو في حاجة غير كده؟ طيب أنا عندي لك مفاجأة لكن هتفرحك. إيه هي؟ أنا مستعد أحقق لك 3 أمنيات. انت بتتكلمي جد؟ طبعا. يعني لو طلبت أي حاجة تقضيها لي؟ تحت أمرك، بس خليك فاكر 3 أمنيات. طيب استنى. ايه رجعت في كلامك؟ لا. امال مش عايزاني اطلب ليه؟ مستعجل ليه؟ انا قصدي فكر قبل ما تتكلم، احسن كل كلمة محسوبة عليك.
بس يا عين خالتك بس. نوليها لي يا خالة الحاج. ما تستريح انت يا بنتي، العيلة من دول تعيط شوية وبعدين تسكت. معلش نوليها لي. طب خدي وغني لها غنوة بصوتك الجميل. عينيا. هي نامت ولا ايه؟ ايوه يا خالة الحاج. طيب يا حبيبتي ما تناميلك انت كمان شوية. طب وانت يا خالة؟ انا حاسبك دلوقتي وبعد شوية حفوت عليكي. طب يا ستي كتر الف خير. ما تقوليش كده يا بنتي، دي الناس لبعضيها. فوتك بعافية. الله يعافيك يا خالة. مع السلامة. ياه، هو الطريق ده ملوش آخر ولا إيه؟ يا ما نفسي أغمض وأفتح ألاقي نفسي جوه البيت. إيه ده؟ أنا جيت هنا إزاي؟ افتكرت. يا خسارة، أدي أول أمنية راحت. معلش بقى 2. الظاهر هنية نايمة. الله صحيح، هنية. مين؟ صحي النوم. الله، إيه اللي جابك دلوقتي؟ دخلت هنا ازاي من غير ما حد يفتح لك الباب؟ دي حكاية طويلة. حكاية؟ وهقول لك عليها وهتنبسطي منها. افرحي جالنا الفرج. اسمعي يا ستي، اسمعي. ايه التخاريف اللي بتقولها دي؟ تخاريف؟ امال عايزنا اسمي الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ الله يسامحك. طب قوليلي ازاي انا دخلت هنا من غير ما تفتحي لي الباب؟ مش يمكن خالة ام علي لما خرجت سابت الباب مفتوح؟ يعني مش مصدقاني؟ يا صابر سيبك من الاوهام دي، خلينا في الحقيقة. انسى الحكايات دي وتوكل على الله وشوف شغلك. ادي احنا لسه في اول النهار. ايه ده؟ انت ولدتي ولا ايه؟ الحمد لله. وساكته وما تقوليليش على الحدوته بتاعتك دي. ما انت شغلتني بالحدوته بتاعتك انت كمان. ايوه صحيح، لكن ولدتي ايه يا ترى؟ شوف، بنت زي القمر. بنت؟ يا خساره، يا ريتها ولد. ندمتي. مالك يا هنية؟ مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ البنت مالها؟ بقت ولد. ايوه صدقتي بقى كلامي. هدي تاني امنية اتحققت. والعمل دلوقتي؟ نفكر في الامنية التالتة مثلا. استنى، اوعى تتمنى حاجة. ليه بقى؟ انت طلبت امنيتين، سيب لنا الامنية التالتة. قصدك ايه؟ قصدي ان انا النوبة دي انا اللي هتمنى. ازاي؟ بسيطة، توافق على اللي هطلبه مقدما ولا مستكتر عليا الطلب ده؟ ازاي بقى؟ على العموم يا هنية، انا اتمنى ان الطلب اللي تطلبيه يتحقق في الحال. انا اطلب ان الولد يرجع بنت زي ما كان. ايه اللي عملتيه ده يا هنية؟ عملت اللي كان لازم يتعمل. الامنية الوحيدة اللي كان ممكن تسعدنا طول الحياة تضيعيها بالشكل ده. انت نسيت العهد اللي بينا؟ احنا مش اتفقنا اننا نرضى بالاسم مهما كانت؟ سكت يعني. وهقول ايه؟ ما عادش الكلام ينفع. على فين؟ اروح اقطع شوية حطب استرزق منهم. ربنا يبارك لك فيهم. مع الف سلام. يا ساتر يا رب، هي الشمس مالها حامية كده. اما اقعد استريح شوية تحت الشجرة اياها دي. وادي قاعدة وبعدين تفرج. انت جيت يا صابر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت؟ ايوه انا. في ايه تاني؟ انت زعلان؟ امال ما زعلش، 3 امنيات وضاعوا. وضيعتهم ليه؟ الاسم كده. الاسم كده. اهي دي الكلمة اللي كنت عايزاك تقولها من زمان. قصدك ايه؟ قصدي طول عمرك ما بتعترفش بيا، يعني بالاسم. واقرب دليل على كده الحديث اللي دار بينك وبين مراتك قبل ما تولد لك البنت الجميلة. فاكر؟ ايوه فاكر. فاكر ازاي كنت عايزها تولد ولد، ولما تقولك الاسم تقول لها بلاش كلام فارغ. كل ده صحيح. وعلشان كده انا حاولت اديلك درس في الحياة. ازاي؟ اديني اديتك 3 فرص كان ممكن تطلب فيهم الامان الحلوة، الصحة
وراحة البال اللي يعينوك على الحياة. لكن انت طلبت ولد، مش يجوز ان الولد اللي انت بتتمناه يطلع ولد عاق، وان البنت اللي ربنا رزقك بيها تكون ادم خير. فعلا